بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين آمين. آمين يا رب العالمين. ومن باع عبدا على أن يعتقه المشتري أو يدبره أو يكاتبه أو باع أمة على أن يستوردها فالبيع فاسد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واجعلنا من ورثة علم نبيك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الراسخين في العلم المتحققين الناجين بما تعلموا وعلموا، ولا تجعلنا مع الهالكين ولا من المفسدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، وصلنا في هذا الكتاب المبارك مع الإمام الجليل أبي الحسين القدوري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ونفعنا الله تعالى بعلومه وبركاته في الدارين آمين، إلى باب البيع الفاسد بالمعنى الأعم كما شرحنا. قال رحمه الله كما قرأنا في الدرس الماضي: باب البيع الفاسد، وقلنا إن مراده المعنى الأعم من الفساد. وقلنا إن أسباب الفساد بالمعنى الأعم، والمراد بقولنا المعنى الأعم ما يشمل الباطل والفاسد والمكروه. قلنا إن أسباب الفساد في أي عقد بما يؤدي إلى البطلان أو الفساد جمعها صاحب البحر في 7، فقال منها مثلا عدم الوجود، عدم التقوم، عدم المالية ابتداء، عدم القدرة على التسليم. ومن هذه 7 ما وصلنا إليه وتوقفنا عنده الشرط المفسد. قسم أئمتنا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم بدقة الشروط التي تدخل على العقود إلى نوعين: شروط تدخل على عقود المعاوضات المالية، وشروط تدخل على ما ليس فيه معاوضة مالية. إذن الشروط ابتداء إما أن تدخل على المعاوضات كالبيع والإجارة ونحو ذلك، ومنها ما لا يدخل على المعاوضات كالشركة. الشركة مثلا ليس فيها معاوضة، والمضاربة إلى آخر هذا النوع. ما دخل على المعاوضات وعلى رأسها عقد البيع قسمه العلماء بعد ذلك إلى 3 أقسام في المذهب الحنفي: إلى شرط جائز، وشرط يفسد البيع وهو فاسد، يعني هو لا يلزم، فاسد ويؤدي إلى فساد البيع، وشرط يلغو ويصح البيع. إذن ابتداء هكذا العقود نوعان: عقود معاوضات، عوضان، مال في مقابل مال، أو حتى مال في مقابل منفعة كالإجارة. وإما العقود لا تتضمن مبادلة الأموال بالأموال أو المنافع أو غير ذلك، يعني ليس فيها معاوضة. القسم الأول يفسد بالشروط المفسدة، القسم الثاني لا يفسد بالشروط المفسدة، يلغو الشرط ويصح العقد. هذا مذهب السادة
الحنفية. ثم قسموا الشرط في النوع الأول كالبيع والإجارة كما قلنا إلى شرط صحيح ويلزم، وإلى شرط يفسد ويفسد، وإلى شرط يلغو ويصح البيع أو تصح الإجارة، وهكذا. هذا مذهب أئمتنا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم على سبيل الإجمال، وقد لخص بدقة الإمام الموصلي رحمه الله تعالى في الاختيار الأنواع الثلاثة، أنواع الشروط الثلاثة في البيع: ما يفسد البيع، ما يلغو ويصح البيع، ما يلزم في البيع. وجمع لنا العلماء كصاحب البحر الرائق الإمام ابن نجيم رحمه الله تعالى 5 أمور في الشرط إن خلى عنها صح الشرط وصح البيع. فقال لنا أولا أن لا يكون هذا الشرط مخالفا لمقتضى العقد، وأن لا يكون مخالفا لملائمة العقد، وأن لا يكون فيه منفعة لأحدهما أو لواحد منهما، وأن لا يكون قد أجازه الشرع، وأن لا يكون عليه العمل في العرف. فإن كان في مقتضى العقد صح الشرط، وإن كان يلائم العقد صح الشرط، وإن كان ليس فيه منفعة لأحدهما صح العقد، صح الشرط والعقد كلاهما يصح. وإن كان مما يعرف عرفا انتبه صح كذلك لا بأس، كما سنرى في القدور بعد قليل، وهكذا. إذن اشترط لنا الأئمة رحمهم الله تعالى في الشرط المفسد 5 أشياء: أن ينافي مقتضى العقد مثلا فيؤدي إلى الفساد، أن لا يكون ملائما لهذا العقد مثلا فيؤدي إلى الفساد، أن يكون في منفعة لواحد دون الآخر بشروط ستأتي فيؤدي إلى الفساد، أو أن لا يكون به العمل في العرف فيؤدي إلى الفساد، أو أن يكون مخالفا للشرع فيؤدي إلى الفساد. ما وقفنا عنده هنا يا مشايخنا الكرام مما قرأه عم الشيخ أحمد الآن: ومن باع عبدا على أن يعتقه المشتري أو يدبره أو يكاتبه سيرجع إلى هذه الشروط 5 في الشرط الزائد على أصل العقد. إن وجد أحد هذه المعاني أدى إلى الفساد، وإلا صح ولا شيء في ذلك ولا إشكال. ثم إن العلامة المجتهد في المذهب الإمام ابن عبدين رحمه الله تعالى بين أيضا في الحاشية في مطلب مخصوص أن الشرط إذا تقدم على العقد أو تأخر عنه صار وعدا ولزم. وهذا كلام مهم جدا يا شباب. الشرط إذا تقدم على العقد وشرط على شرط مفسد وشرط على سبيل المعاقدة، يعني كأنه صار عقدا آخر وتقدم على العقد أو تأخر على المختار كما نقله عن صاحب الفتاوى الخيرية الخير الدين الرملي، صح ولزم. وتجد أيضا في حاشية ابن عبدين رحمه الله تعالى في باب خيار الشرط، وهو أول الخيارات التي درسناها وفصلناها سويا في الدروس، نص العلماء على 32 مسألة من المسائل أو حالة من الأحوال يصح فيها الشرط لخلوها عن الأمور 5 التي ذكرناها، فنصوا عليها نصا لتحفظ، راجعها إن شئت، سيأتي بعضها الآن في الدرس. كيف يكون الشرط المتقدم أو المتأخر صحيحا؟ ما هو أصلا يا مشايخنا سبب جعل الشرط مفسدا في العقد، في عقد البيع؟ المعاوضات المالية خاصة البيع مال في مقابلة مال، مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكا وتملكا. فإن وجد شرط زائد
فيه منفعة لأحدهما أو ما في معنى المنفعة في أحد البدلين وزيادة، صارت زيادة خالية عن العوض، فصارت فيها شبهة الربا. وكما قرأنا في الدرر والغرر يا شيخ علي، شبهة الربا في البيع تنزل منزلة وجود الربا بخلاف شبهة الشبهة. نص عليه ملا خسر رحمه الله وضبطه وحرره في الدرر والغرر، راجعه في ذلك الكتاب. شبهة الربا في البيع تنزل منزلة الربا المتحقق. عندنا الشبهة وعندنا شبهة الشبهة. شبهة الشبهة لا اعتبار له، منفية كأنها غير موجودة، أما الشبهة كأنها موجودة. ولما كانت هذه المعاني في هذه الشروط لا تؤثر في أصل العقد وإنما أثرت في وصف، كانت مفسدة لا مبطلة، لأننا شرحنا في الدروس الماضية الفرق بين الباطل والفاسد. الباطل ما لم يشرع لا بأصله ولا بوصفه، بينما الفاسد شرع بأصله ولم يشرع بوصفه. فهذا الوصف الزائد صار زيادة متقومة، كأنها متقومة فيها شبهة من غير عوض، وهذا هو شبهة الربا، وهذه هي شبهة الربا. فلذلك كان وصف الشرط الفاسد أو البيع بشرط فاسد أو البيع الفاسد، كل هذا وصفه حرام، وإن اختلف في حكمه عن البيع الباطل. قلنا سيأتي اليوم بالتفصيل، كل هذا يأتي اليوم إن شاء الله بالتفصيل. البيع الباطل يختلف عن الفاسد في حكمه بأن الباطل لا يترتب عليه حكمه فلا يفيد الملك أصلا، وأما الفاسد فإنه يفيد الحكم بشروط وفي بعض الأحوال فيفيد الملك بالقبض والرضا والخلو عن شرط خيار الشرط، وسنعرف الشروط بعد قليل بالتفصيل، ستأتي بعد قليل عندما يقول أحكام البيع الفاسد وإذا قبض المشتري المبيع إلى آخره، المبيع في البيع الفاسد إلى آخره سنعرفه بعد دقائق. إذن يا مشايخنا الكرام، الشروط المفسدة عندنا أصل معنى سبب الإفساد فيها أنها فيها معنى الربا، فيها شبهة الربا، وشبهة الربا تنزل منزلة الربا المتحقق. ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثبت عنه في الحديث النهي عن بيع وشرط، نهى عن بيع شرط. فنظر المجتهدون من أئمتنا في الحديث فوجدوا للحديث علة، وهي ما ذكرناه شبهة الربا، لأنه يصبح هناك أحد البدلين في زيادة ليست مقابلة بعوض، فمن هنا نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع وشرط مقترنين. فماذا لو كان الشرط متقدما وهو مفسد، انتبه، أو متأخرا؟ لو تأخر الشرط، عن أبي حنيفة روايتان، يلحق بالعقد وفي رواية لا يلحق. يعني إن عقدت البيع بلا شرط مفسد ثم بعد انقضاء البيع وتبدل المجلس مثلا عقدنا شرطا على سبيل المعاقدة، يعني أشترط عليك كذا قبلت، كأنه عقد، كأنه عقد اشترطنا فيه شرط، والشرط لو قارن العقد أفسده، فإن تأخر عنه لحق به وصح ولزم أم لا؟ فيها قولان. اختار خير الدين الرملي، هو إمام كبير جدا متقدم على ابن عبدين ويعتمد عليه ابن عبدين كثيرا، وابن عبدين والمحققون صحة البيع ولزوم الشرط لعدم وجود العلة التي بيناها المستنبطة من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي شبهة الربا. صار عقدا مجردا ليس فيه شبهة ربا وعقد جديد، وفي الحقيقة هو وعد ويلزم الوفاء بالوعد.
وقد نص القرآن وقال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فيسمى حينئذ، احفظ هذه العبارة، بيع الوفاء. احفظها جيدا وابحث عنها في كلام ابن عبدين وفي رسائله. أما أهل زماننا أسهل شيء عندهم التحريم، بينما العلماء الكبار الأصل في المعاملات، احفظ هذه القاعدة يا شيخ، الأصل في المعاملات الجارية بين الناس والذائعة والشائعة وما تعارف عليه الناس تصحيحها قدر الإمكان عند العلماء في المذهب الحنفي وفي كل مذهب لأهل السنة. الأصل في المعاملات المالية تصحيحها قدر الإمكان، إلا ألا تصح بأي حال. فانتبه، هذا هو الفقه الحقيقي. من أين أخذ سادتنا الحنفية هذا المعنى؟ من الكرخي، الإمام المجتهد في المذهب الكبير المتقدم، الكرخي شيخ أبي بكر الجصاص الرازي، متقدم كبير. يقول الإمام الكرخي في الكتاب الذي يعرف بأصول الكرخي، قلنا مرارا إنه ليس يعني داخلا في موضوع علم الأصول، هو أشبه بقواعد فقهية. يقول في أحد أصوله أو قواعده: الأصل حمل حال المسلمين على الصلاح والسداد. يعني إذا تعامل المسلمان أو تعامل مسلم حتى مع ذمي أو مع مستأمن، الأصل أن نصحح معاملته، بل القاعدة أعم، تقول الأصل حمل حال في العبادات والمعاملات والمناكحات في كل شيء على الصلاح والسداد، والأصل تصحيح عقود المسلمين قدر الإمكان، لا التحريم والتضييق عليهم قدر الإمكان. هذه مدرسة أخرى، أو ليست مدرسة، هذا انحراف عن صحيح الإسلام في الفقه. الفقه الإسلامي لا يبطل المعاملات ويجعل الإبطال هو الأصل، لا، يصححها بقواعد شرعية. انتبه، ليس معنى أن نصححها أن نخرج عن القواعد وأن نبيح المحرمات، لا، بالقواعد العلمية والضوابط الشرعية بدون أن نخالف الكتاب أو السنة. لكن الفقيه الحقيقي هو الذي يصحح بالدليل الصحيح والقواعد الصحيح والتخريج الصحيح. أما الذي يبيح الحرام فهو انحراف، والذي يحرم الحلال انحراف كالأول، لا فرق بينهما في الإثم. الذي يبيح معاملة محرمة آثم، والذي يحرم معاملة مباحة آثم، سواء بسواء كالأول، لا فرق. الفقيه هو الذي يضبط الأمور ويصحح معاملات الناس. ولذلك بيع الوفاء عند الحنفية الذي بيناه بأن يتأخر الشرط في صورة عقد جديد بعد عقد البيع يلزم، أو أن يتقدم كذلك كما بينه ابن عبدين وعقد له مطلبا مباشرة بعد باب البيع الفاسد أو مطلب في البيع الفاسد، راجعه بالتفصيل، وقد نقل فيه عن الفتاوى الخيرية وعن أصول المذهب كتب الأصلية في المذهب القديمة قول أبي حنيفة في أن الشرط إن تأخر التحق بالعقد ومصححه ولزم، ويسمى حينئذ بيع الوفاء. السادة الحنابلة توسعوا أكثر في باب الشروط التي تلحق بالعقود في المعاوضات وغير المعاوضات، فجعلوا الضوابط في الشروط المبطلة والمفسدة أخف من الخمسة التي عند السادة الحنفية. فعلى ما أذكر يعني هما أمران: الأمر الأول ألا يتضمن معنى مخالفا للشرع، والأمر الثاني ألا يترتب عليه عقدان في عقد واحد عند السادة الحنابلة، ويراجع مذهبه. وبعض الحنابلة، وهذا مال إليه الشيخ علي الخفيف رحمه الله وشيخ مشايخنا الشيخ أبو زهرة رحمه الله، مالوا إلى هذا القول، أجازوا كل شرط وصححوه بشروط، أو ألغوه وصححوا العقد، على قول بعض الحنابلة. يعني على هذا القول لن يفسد بيع بشرط مفسد أبدا، سنلغي الشرط، سنلغي الشرط. إذن عندنا سعة، عند الحنفية سعة بيع الوفاء، ولو اضطررنا أن نفتي للضرورة ونقلد مذهب الحنابلة
أفتينا به للناس بالضرورة حتى نصحح معاملات الناس. أما إن أردنا الالتزام بنص المذهب فننتقل إلى بيع الوفاء في الضرورة، في المعاملات التي فيها ضرورة. لكن أصل المذهب كما قلنا كل شرط لا يقتضيه العقد ولا يلائمه العقد وفيه منفعة لأحد المتعاقدين أو للمعقود عليه، وهو هذا المعقود عليه من أهل الاستحقاق. ما معنى من أهل الاستحقاق؟ أن يكون إنسانا، أن يكون إنسانا. فلو كان المعقود عليه حيوانا وشرط له شرط صح ولزم. يعني بعت دابة بشرط يفيد الدابة لا بأس، لازمة صح، لا يؤثر، لا يكون مفسد ولا فاسد. أما لو بعت إنسانا مثلا في الماضي عندما كان الإنسان يباع واشترطت فيه شروطا فيها تفصيل، فمثلا لو قلت أبيعك العبد على أن تطعمه صح، لأن هذا في مقتضى العقد. ما معنى يا شباب مقتضى العقد؟ يعني شيء داخل في نفس معنى العقد، شيء داخل في نفس طبعا العبد لابد أن يأكل ولا بد أن يحصل التملك والتمليك، ويلائم العقد أن تؤكله وأن توكله وهكذا. فلو بعت العبد على أن تطعمه هذا الشرط أصلا داخل في العقد، لأن الملكية تنتقل والنفقة على العبيد واجبة على السادة. يجب على الإنسان أن ينفق على زوجه وأصله وفرعه ومماليكه عند الحنفية، وعلى كل ذي رحم ذي محرم منه فقير هو أقرب إليه من غيره. يعني عمك الذي لا ولد له وأبوك مات وجدك مات وأنت أقرب الناس إليه قرابة، يجب، مش صدقة، يعني يأخذها جبرا، يذهب للقاضي والقاضي يقتطع نفقته منك جبرا. عم فقير عاجز مثلا، جد فقير عاجز، خال، عمه، خالة، كل ذي رحم محرم من الإنسان عند الحنفية أنت أقرب إليه في درجة القرابة وهو فقير، لزمتك نفقته، لزمتك نفقته، ولذلك ترثه. الغنم بالغرم، الغنم بالغرم. ويجب طبعا من باب أولى على الأب والأم الفقراء، وعلى الأولاد الصغار الفقراء، وعلى الزوجة في كل حال ولو كانت غنية. يعني ما تقولش أصل زوجتي غنية لا أنفق عليها، لا، الزوجة تنفق عليها إجمالا دائما ولو كانت فقيرة أو غنية، لا فرق. وعلى المماليك لا تشتري عبدا وتتركه بدون طعام فيهلك، لا، تجب عليه نفقة كاملة، طعام وشراب وكسوة وسكنة، كأنه فرد في الأسرة. هكذا علمنا ديننا. فإذا اشترى الإنسان عبدا على أن اشترط عليه البائع على أن تطعمه، طبعا هذا شرط صحيح، لكن على أن تطعمه كل يوم 2-3 كيلو كباب وكفتة من الدهان ولا من عز مش عارف ايه، لا هذا الشرط حينئذ ايه؟ فاسد ومفسد. لان كده ايه؟ ليه؟ يعني انا نفسي باكلش كباب كل يوم، شرط ايه؟ فاسد ومفسد. واضح يا مشايخنا؟ يعني لا يجوز. ليه؟ لان هذا الانسان المباع من اهل الاستحقاق، وهذا الشرط زائد ويؤدي الى الفساد. ثم بقى اختلفوا، هو يفسد العقد، هو يلغو، فيها كلام. ولم يجري به العرف. المعنى الرابع ألا يتعارف الناس على هذا الشرط في هذا العقد. فإن تعارف الناس أو تبدل عرف الناس في بعض العقود فإن عندنا يا مشايخنا قاعدة شرحناها في كتاب كامل منذ سنوات بعيدة جدا، سنة كام؟ 17 ولا 18، شرحنا كتاب نشر العرف في أحكام العرف للإمام ابن عابدين منذ سنوات بعيدة، وكان الله يرحمه شيخ يرقان الأزبكي حتى حاضر معنا، كان حضر الرسالة دي كاملة، من أوائل ما حضر معنا من دروس، رحمه الله، من علماء أوزبكستان. ففيها ابن عابدين رحمه الله شرح بيتا من منظومة عقود رسم المفتي، بيت واحد، وكنا قد ختمنا رسم المفتي كاملا، كتاب رسم المفتي كاملا، وبعد ذلك ختمنا بعده هذه الرسالة إتماما للفائدة قديما منذ سنوات.
وأظن لم ننشر هذه الرسالة للأسف، يعني نشوف الفيديوهات بتاعتها لو موجودة عندهم نبقى نجيبها. ماذا يقول ابن عابدين رحمه الله في منظومة عقود رسم المفتي؟ والعرف في الشرع أيوه له اعتبار، لذا عليه الحكم قد يدار. العرف في الشرع له اعتبار، نعم، عند السادة الحنفية العرف بشروط له اعتبار، حتى إنه يخصص خبر الواحد والقياس، يخصص خبر الواحد والقياس. وشرحنا مسألة قفيز الطحان كثيرا، قرأناها في الوقاية وقرأناها إسلام أيضا في الدرر والغرر، شرحناها مرارا وتكرارا، ومنها أخذ العلماء كثيرا من أحكام مسائل العرف. ما هي مسألة قفيز الطحان يا عبد السلام؟ مش فاكر انت درستها معايا ولا لا؟ أظن لا، انت ما درستش معايا الوقاية والحاجات دي. قفيز الطحان ده يا شيخ محمد، القفيز يعني الشوال، حاجة زي الشوال كده، تجيب طحان يطحن لك الحبوب في مقابل أن يأخذ قفزانا منها. يعني تقول له اطحن لي الشوال وخذ 10 قفزان من هذه الحبوب. نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذا العقد، وهو من الإجارة، ونهى النبي عنه صلى الله عليه وآله وسلم، فلا بد أن تعطيه الأجرة من غير ما طحنه من حبوب. جميل. لكن أهل بلخ أو غيرهم تعارفوا على بعض العقود كهذا العقد في الإجارة بالقياس، تكون محرمة أيضا كهذا العقد، وأجازها العلماء للعرف، إن قفيز الطحان لم يكن عرفا عند بيئة المدنيين والمكيين. أما مثلا ثوب على أن تنسجه لي ولك 10 مما نسجت مثلا، جرى به التعارف مثلا عند البلخيين عند البخاريين، فأفتى علماء الحنفية بجوازه، لأن العرف العام العملي القولي يخصص القياس المستنبط من قفيز الطحان، يخصص القياس المستنبط بعلة مستنبطة من مسألة منصوصة. يعني الأصل عندنا الطحان في الحبوب، والفرع الثوب والنسيج، ادي الأصل والفرع، والحكم هنا غير جائز. والحكم هنا لو عدينا مثله إلى الفرع لا يجوز، منعنا التعدية، خصصناه بالعرف، لكن بشروط، ليس كل عرف، العرف درجات، وهكذا فعل العلماء. إذن لو جرى التعارف على أن هذا الشرط معمول به في كل بيوع، مثلا كما سيقول بعد قليل، باع جلدا على أن يجعله حذاء للحذاء، هذا متعارف، كان متعارفا في زمانه، تروح لصانع الحذاء تقول له اصنع لي حذاء نعلا، هذا الجلد أشتريه منك على أن تجعله لي نعلا. أنت اشتريت الجلد وزدت منفعة زائدة لك في العقد خالية عن العوض، أن يحذوه لك، يعني يحوله إلى حذاء، أنت رايح تاخد منه جلد بس كده، جلد كل اللي في الماضي كان هكذا إلى وقت قريب. على فكرة كان زمان الناس لا تشتري الجزم يا حمدي وإحنا صغيرين، كانت تتصنع، يعني تروح عند الجزماجي يعمل لك جزمة، أظن بطلت دي خلاص، بقت نادرة جدا. وكان زمان الترزي، دلوقتي موجود الترزي لسه شغال، بس زمان برضو أكثر ما نلبس يصنع، إما يصنع في البيت أو في الترزي، يعني تشتريش من محلات الملابس الجاهزة دي، زمان كان كده أكثر الناس هكذا. فتذهب إلى الحذاء الذي يصنع من الجلد حذاء، وتشتري منه جلدا فقط، على أن يحوله إلى حذاء أو نعال، صح للتعامل، مع أنه فاسد. لكن لما جرى به العمل العام في الدنيا كلها، كل البلاد كل الأمصار، وصار عرفا قوليا وعمليا، وكأنه معروف عرفا ومشروط شرطا، يعني لن يدخل أحد ليشتري الجلد ويذهب، سيشتريه فقط ليحوله إلى حذاء، صار يعني معلوم واضح صح. وإن كانت هذه المنفعة فيها نفس العلة يا شباب، وذلك ابن عابدين رحمه الله أيضا في الحاشية رد على هذه الشبهة، كيف أجزتم هذا البيع مع أنه فيه شبهة الربا؟ قلنا لأن العرف قطع القياس
من العلة المستنبطة من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع وشرط. علة النهي زيادة خالية عن العوض، التعامل قطعها فصح، ولم يكن مخالفة أصلا للنص، بل هو عين العمل بالنص. إذن العرف يخصص القياس وخبر الواحد، لكن لا يخصص القرآن، انتبه، ولا يخصص الخبر المشهور ولا خبرا متواترا. انتبه إلى كل هذا، قواعد، نحن لا نلعب في دين الله، هناك قواعد، هناك أشياء ستبقى على أصلها، هناك أشياء العرف يغيرها، واضح، لها قواعد. إذن ولم يجري به العرف، ولم يرد في الشرع جوازه. يعني مثلا خيار الشرط يلزم ولا لا يلزم؟ يلزم استحسان، هو على القياس شرط مفسد. يعني أذهب كما قلنا شرحنا، ذهبت واشتريت منك شيئا على أن لي الخيار 3 أيام، هذا موافق للقياس؟ ما هو ده بيع وشرط، لكن شرط جائز قرره الرسول، إذا بعت فقل لي الخيار 3 أيام ولا خلابة. الرسول هو الذي علمنا إياه. إذن فخرج من قوله نهى عن بيع وشرط، لأن الشرع أجازه وجعله شرطا صحيحا ولازما، ويمنع يعني كأنه منع ابتداء العقد كما قلنا. خيار الشرط يمنع ابتداء العقد، وخيار الرؤية يمنع دوام وبقاء العقد، وخيار العيب يمنع لزوم العقد كما شرحنا من قبل يا مشايخنا. فالشروط إن كانت قد أجازتها الشريعة لا خرجت من كونها شروطا فاسدة وصحت ولزمت كخيار الشرط. إذن عندنا كم معنى يا شباب يؤدي إلى فساد العقد؟ قلنا كام؟ 5. طيب تعالى إلى الفروع، كل ما سيأتي ستجد فيه واحدا من المعاني ال5. نقولها تاني، أن يكون مخالفا لمقتضى العقد فيفسد ويفسد العقد، أن يكون غير ملائم فيفسد ويفسد العقد، وأن يكون فيه منفعة لأحدهما أو إلى آخره، أو في محل العقد إن كان غير أهلا، وأن يكون ليس مما جرى به العرف، وأن يكون ليس مما أجازه الشرع. 5 شروط إذا حصلت أدى ذلك إلى فساد عقد البيع وإلى فساد أيضا هذا الشرط، ويصبح إذا حصل التقابض بيعا فاسدا تجري عليه أحكام البيوع الفاسدة، وهو سبب من الأسباب ال7 التي شرحناها في الدرس الماضي في فساد البيع بالمعنى العام والأخص. بالمعنى يا شباب العام والأخص، لأنه فاسد وليس باطل، وواحد من ال7 بالمعنى الأعم، لأن بعض ال7 ستبطل وبعض ال7 ستفسد، وهنا هو فاسد بالمعنى الأخص. يعني لن يكون البيع باطلا، سيصح البيع ويملك بالقبض مع باقي الشروط، لكن ده فيه أحكام ستأتي بعد قليل. حرام، أول وصفه حرام، أول شيء أن وصفه حرام، فيعني إثم ويجب فسخه إلى آخر ما سنعرفه. طيب يبقى ومن باع عبدا على أن يعتقه المشتري أو يدبره، أو المحل هنا له الأهلية ولا غير له، يعني حيوان ولا إنسان؟ كما قلنا إنسان، فلا يجوز اشتراط منفعة زائدة له. أما لو كان حيوان دابة على أن تعلفها نوعا معينا من العلف يلائمها صح ولزم. شوف الفرق، يبقى رجع إلى منفعة زائدة في المعقود عليه وهو محل للأهلية، فحينئذ يفسد العقد، يصبح عقدا فاسدا. يبقى شوف كل ما سيأتي من فروع يرجع إلى الذي بينه لنا صاحب البحر ونقله لنا أيضا صاحب التنوير والدر ورد المحتار. كل هذا موجود في هذه الكتب كلها، تمام؟ يعني ضمنه صاحب التنوير التمرتاشي المتن، لكن هو أصلا مأخوذ من شرح الكنز للبحر، ليس داخلا في متن الكنز، لكن ضمنه المتن بعد ذلك لأهمية القاعدة صاحب تنوير الأبصار الإمام التمرتاشي من غزة، كان رحمه الله تعالى غزي الحنفي، وأهل غزة كثير منهم حنفية، وأهل العريش كثير منهم حنفية،
وكان هناك شيخ في القديم ترجم له الجبرتي رحمه الله تعالى في تاريخه، اسمه الشيخ العريشي من العريش، وكان من حقه أن يتولى مشيخة الأزهر، فنشب نزاع لأنه أول حنفي يرشح لمشيخة الأزهر، ومشيخة الأزهر في زمانهم كانت غالبا للمالكية، ثم دخل فيها الشافعية. الشيخ العريشي أول حنفي يرشح لمنصب شيخ الأزهر، فتنازع معه الشافعية والمالكية ولم يصبح شيخا للأزهر، وتأخرت مشيخة الأزهر. بعد كده أخذها الحنفية دائما بعدين في الآخر أصبحت حنفية غالبا بعد ذلك يعني الشيخ حسون النواوي والشيخ الله يرحمه قبله طبعا محمد المهدي العباس. بس الشاهد ان الشيخ العريشي كان من كبار علماء الحنفية، وكان من العريش. العريش دي مدينة في سيناء مشهورة في شمال سيناء، قريبة جدا من رفح. وأنا صغير كنا نروح نصيف هناك في الصيف في البحر، بحرها جميل وشاطئها نخيل، يعني الشاطئ كله مغطى بالنخل عند البحر يأتي عند النخلة. زمان بقى كنت رحتها من 30 سنة، ويمكن حد منكم شافها ولا حاجة. تقعد بقى جو جميل وباردة، يمكن جوها أحسن من اسكندرية كمان، وسيناء أصلا مباركة وجميلة. وفاكر رحنا بالسيارة لنرى رفح، فكانت في ذلك الوقت غزة لم تحرر، فرأيت اليهود لأول مرة في حياتي وأنا صغير كده يحرسون عند رفح. عساكر اليهود واقفين بالرشات كده في الدشمة بتاعتهم فوق كده مختبئين، بس تشوفهم كده بالسلاح، واحنا تحت بيننا وبينهم أمتار قليلة كده. في سوق رفح كان سوق مشهور فيه بضاعة كده. رفح نصفها في مصر ونصفها في فلسطين. بعدين اليهود انسحبوا ودلوقتي دخلوا تاني. نسأل الله أن يطهر منهم ومن رجسهم ونجسهم وإفسادهم في الأرض. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفاها الله ويسعون في الأرض فسادا. شوف، تهدأ الحرب يشعلونها، تهدأ يشعلونها، ما فيش يعني يبحثون عن الحرب كما وصفهم الله سبحانه وتعالى. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، يعني الله لا يريد منا الأصل أن نحارب، أصل أن نعمر الدنيا. فنسأل الله أن ينصر المسلمين عليهم وأن يزيل احتلالهم لبلادنا. أي رفح دي عمرها ما سكنها يهودي في التاريخ، ياخدوها ليه؟ رفح دي ما كانش فيها يهود في أي تاريخ في أي وقت في الدنيا، ليه يحتلها؟ ليه يدخل؟ في تاريخها غزة عمرها ما سكنها يهودي منذ انشئت. وعلى فكرة غزة مدينة قديمة جدا من آلاف السنين، لم يسكنها يهودي في التاريخ، يحتلها ليه؟ هتقول لي القدس أصل كان فيها سيدنا سليمان، طيب ورفح؟ طب وسيناء التي احتلها اليهود بيض أرضا سنوات؟ نسأل الله أن يهزمهم. طيب يلا يا سيدي، يبقى ومن باع عقدا على أن يعتقه المشتري أو يدبره أو يكاتبه. السبب كما قلنا منفعة في المعقود عليه، وهو من أهل الاستحقاق لأنه إنسان، وبالتالي تفسد البيع، صار البيع بيعا فاسدا. يلا يا سيدي. أو باع أمة على أن يستولدها فالبيع فاسد. شرط زائد في محل العقد ويفسد العقد وكما شرح. نعم، كل هذا فاسد لا باطل. أي بيع الشرط فيه أحد الأمور الخمسة يفسد البيع وليس بيعا باطلا، يعني يصح بأصله دون وصفه، وسنعرف حكمه بعد قليل. نعم. وكذلك لو باع عبدا على أن يستخدمه البائع شهرا أو هنا السبب يا مشايخنا منفعة لأحد العاقدين، منفعة لأحد العاقدين. أنا سأبيع العبد لحمد، فاشترطت عليه أن هذا العبد يبقى عندي شهرا ليخدمني، فسد البيع، صح فاسدا وفيه إثم. واضح يا مشايخنا؟ طيب، على أن يستخدمه البائع، أنا الذي سأبيعه، حمدي سيشتري، فهكذا أخذت منه منفعة بلا عوض، ففيه شبهة الربا ففسد البيع. طيب لو تحقق الربا يصبح بيعا فاسدا لا شبهة فيه، بقى سيأتي باب الربا بالتفصيل، وهو من البيوع الفاسدة أيضا. فيمكن أن نضيف على الأسباب السبعة سببا ثامنا وربما تاسعا وعاشرا. قلنا إن السبعة التي في البحر نقلناها الدرس الماضي، وحمدي مشكورا نشرها في اليوتيوب. هذه السبعة ليست على سبيل الحصر، ليست على سبيل
الحصر، إنما عدها فيما يذكر غالبا في المتون في هذا الباب فقط. طيب، لأن طبعا الربا بيع فاسد وليس بيعا باطلا، ولذلك جاز بشروط في دار غير المسلمين. في بلاد غير المسلمين الربا عند أبي حنيفة يجوز، كل بيع فاسد يجوز. وانتبه، هذا أيضا لا يفرقه بعض الناس، البيع الباطل لا يجوز ولو في بلاد غير المسلمين. ما أباحه أبو حنيفة البيع الفاسد، أما الباطل لا يجوز لا في بلادنا ولا حتى في تل أبيب ولا في أمريكا ولا أوروبا، لا يجوز في أي مكان، لا في دار كفر يعني بيننا وبينهم معاهدة، ولا في دار كفر حتى محاربة. واضح يا مشايخنا؟ ننتبه إلى هذا، لأن بعض الناس يظن أن الباطل والفاسد عند الحنفية يعني لا يعرف الفرق لو كان شافعيا، فممكن يجيز في بعض الصور خطأ منه بيوعا باطلة لا تصح عندنا لا في دار إسلام ولا في دار كفر، لا بأصلها ولا بوصفها. إذن الربا مفسد أيضا، عقد فاسد، بيع فاسد سيأتي في محل. إذن الأسباب أكثر من السبعة كما قلنا لكم في الدرس الماضي وكما نكرر الآن. طيب يلا يا سيدي. وكذلك لو باع عبدا على أن يستخدمه البائع شهرا أو دارا على أن يسكنها البائع مدة معلومة. من الذي سيسكنها؟ أنا، يعني أنا بعتها لحمدي وأسكنها سنة مجانا، صارت منفعة خالية عن عوض، شبهة ربا، عقد فاسد على طول، وأصلا الربا عقد فاسد. واضح يا شباب؟ فهمنا المعنى؟ طيب، لكن لو سأبيعها لحمدي وأستأجرها بالأجرة صار شرطا صحيحا، يعني عقدا جديدا، تم العقد الأول واستأجرتها منه بعد العقد الأول بعقد جديد، سأدفع لك أجرتها. لكن المفسد عوض منفعة خالية أو شيء مال أو منفعة خالية عن عوض، غالبا هنا ستكون منافع. طيب يلا يا سيدي. أو على أن يقرضه المشتري درهما أو على أن يهدي له هدية. ومن باع عينا شوف، أو على أن يقرضه. شوف يا حمدي، أبيع لك البيت تديني قرض 100,000 جنيه والبيت ب1,000,000 جنيه، شبهة الربا ظاهرة كالشمس. ب100,000 بدون عوض ففيها شبهة الربا لأنك جعلتها جزءا من العقد. لكن بعنا واشترينا وبعد يوم اقترضت منك أو قبل البيع كما قلنا، الشرط إذا تقدم أو تأخر صح ولزم، صار عقدا آخر. يعني قبل أن أبيع لحمد الدار قلت له حمد أنا عايز قرض 100,000، اتفضل يا شيخ أحمد قرض 100,000، وبعد تبدل المجلس أو بعد يوم يا حمد اشتري مني البيت ب1,000,000، اشتريت منك البيت ب1,000,000، صح فيش مشكلة. لكن إن صار جزءا من العقد أفسد عقد البيع لأنه منفعة بلا مقابل عوض، ففيه شبهة الربا، وشبهة الربا هنا كالربا. يلا يا سيدي. ومن باع عينا على أن يسلمها إلى رأس الشهر فالبيع فاسد. ومن باع جارية أو دابة إلا حملها فسد البيع. كل هذه معاني ترجع إلى الجهالة. رأس الشهر ده أي رأس شهر تقصد؟ شهر ميلادي ولا شهر هجري ولا شمسي ولا قمري ولا لازم تحدد لنا. فالبيع فاسد. ومن باع جارية إلا حملها، طبعا هذا لا يجوز طبعا، لأن هكذا في منفعة حصلت زائدة خالية عن عوض، فشرط أيضا مفسد كما مر من قبل. يلا يا سيدي. ومن اشترى ثوبا على أن يقطعه. هنا بقى يا شباب سننتقل إلى شروط فيها معاني أخرى. تعال نشوفها كده. اشترى ثوبا على أن يقطعه البائع، في عرفهم لم يكن على البائع القطع. في عرفهم إذن أنا صنعت لك صنعة منفعة تستحق أجرة وخلت عن عوض الأجرة فصارت شبهة ربا فأفسدت البيع. لكن في زماننا ما فيهاش مشكلة، لأن العرف في زماننا أن بائع الثوب هو الذي يقطعه طبعا مثلا، واخد بالك؟ فخلاص يبقى ايه، جاز، مفيش مشاكل. يلا يا سيدي. ولا لا، ده بيقول كمان حاجة، على أن يقطعه البائع، لسه لا تكملة معلش. ويخيطه قميصا أو قباء، كل هذا في زماننا بالعرف يجوز، مفيش مشاكل.
في زماننا هذا بالعرف كما قلنا جائز، لأنه قد تعارف الناس عليه وصار جائزا وصار شرطا داخل في العرف الجاري بين كل مصانع الملابس. كل مصانع الملابس شغالة بالطريقة دي، من عنده خبرة في الملابس فصح. وهذا يدخل تحت الشرط الرابع الذي قلنا به، لابد ألا يكون العرف جاريا به. في عرف زمانهم لم تكن هذه معروفة. يلا يا سيدي. أو نعلا على أن يحذوها أو يشركها في البيع فاسد. نفس الشيء، لو تغير العرف تغير الحكم في مثل هذا. نعم. والبيع إلى النيروز والمهرجان. أصل النيروز كلمة نوروز، وهي يوم الاعتدال الربيع تكلمنا عنه من قبل. والمهرجان يوم كهذا. وصوم النصارى لا يعلم أوله ويعلم آخره. وفطر اليهود بالعكس، يعلم متى يبدأون الصوم ولا يعلمون في البداية متى ينتهي الصوم. فالأربعة هذه ترجع إلى معنى واحد، وهو جهالة الزمن. وهي جهالة، يبقى خرجنا من سبب الفساد هنا ليس الشرط المفسد ولكن الجهالة المفضية إلى النزاع، وهي أحد الأمور السبعة المؤدية إلى فساد العقد. طيب لو عرفنا موعد النوروز جاز، عرفنا موعد المهرجان أو المهرجان أو أي حاجة جاز، فيش مشاكل. عارفين النصارى يصوموا إمتى ويفطروا إمتى وحددنا الموعد، واليهود. إذن هذا كله بسبب إيه؟ الجهالة في الزمان. فلو ارتفعت الجهالة صح البيع. يا الله يا سيدي. لذلك قال إذا لم يعرف المتبايعان ذلك فاسد، وليس باطلا بل هو فاسد. يا الله يا سيدي. ولا يجوز البيع إلى الحصاد والدياس والقطاف وقدوم الحال. لنفس العلة الجهالة. متى ستحصد الثمرة الله أعلم، أو الحبوب الله أعلم. الدياس من الدوس، كانوا يدوسون على الأشياء كده، ما يحصدونه من حبوب وحاجات زي كده، الدوسة دي. فهذا أيضا لا نعلم متى، ليس له وقت معين، ممكن الآن، ممكن بعد شهر، ممكن بعد شهرين، بعد أسبوع. والقطاف وقدوم الحاج متى سيرجع الله أعلم، خاصة في زمانه. في زماننا ممكن تتبدل الأحكام، نعرف بالتحديد متى سيرجع الحاج، لكن في زمانهم قد لا يرجع أصلا. إن سفر شاق طويل، كان بعض الناس يحجون حتى يصل الحاج إلى مكة 4 سنوات من إفريقيا، وأحيانا 7 سنوات. وغالبا من خرج الحج لا يرجع. ما كنت في إفريقيا في غينيا في آخر الغرب، الحاج الذي خرج قديما غالبا خلاص يسكن في أي مدينة في طريقه أسهل من الرجوع. يعني يصل مكة بعد 4-5 سنين ولا حاجة، ولا 3 سنين، عبل ما يرجع يكون خلف يعني خلاص بيشتغل في الطريق في أي عمل ولا حاجة ويسكن. لذلك عندنا هنا يا شباب في مصر قد لا يعرف كثير من الناس هذا، أحياء كاملة أنشأها المسلمون من إفريقيا. في عندنا كانت مدينة وصارت حيا في القاهرة، مدينة اسمها حمدي بولاء التكرور بالتاء. التكرور قبيلة إفريقية اسمها التكرور، أفارقة مسلمون فسكنوا المنطقة دي، بولاق التكرور، فحرفت في العامية أو غيرها إلى دكرور. التاء أبدلت إيه؟ دال، اللي هي دلوقتي مشهورة أوي عند امبابة والحاجات دي. بولاق الدكرور ده حي كبير، ده فيه ملايين البشر يعني لو أن واحد ضرب واحدة بكتفه خرج الآخر من الحي من الجهة الأخرى زحمة شديدة جدا بولاق الدكرور. فهذه منطقة قريبة من النيل، كان يسكنها أفارقة مسلمون أنشأوا أحياء، غالبهم في طريق الحج أو في طريق طلب العلم أو الهجرة، واستقروا في هذا المكان. مرة عندنا هنا منسى موسى. منسى موسى هذا من قبيلة اسمها في إفريقيا موجودة، اسمها إيه يا سيدي؟ عندهم الفلانيين، عندهم الفلانيون والسوسو، الماندينجو. قبيلة اسمها الآن إيه؟ ماندينجو. كان منها كثير من ملوك إفريقيا الكبار، منهم منسى موسى. منسى موسى هذا كان الذهب في يده كالماء في فمك، هو أغنى ملك في تاريخ البشر. يعني لما احتسبوا ثروته
لم يأتي في تاريخ البشرية إنسان أغنى من هذا الرجل، لأن الأراضي هذه كلها تحتها ذهب والمجوهرات حتى الآن. كان يستخرج الذهب، فمر هنا في القاهرة ودخل في الحج في سنوات، ودخل الأزهر وأوقف أوقافا عظيمة على الطلاب الأفارقة، فكانوا أغنى طلاب في الأزهر. وكان شيوخ المالكية أغنى في ذلك الوقت بسبب أوقاف وأموال منسى موسى التي وزعها في مصر في طريقه للحج. طيب، يبقى وقدوم الحاج في زمانهم مفسد. في زماننا السلام عليكم، هتيجي امتى؟ ما بقاش في سلام عليكم، ده كده كمان جاي امتى؟ جاي بكره، ادي التذكره. يعني تغير هذا في زماننا. يلا يا سيدي. فإن تراضيا على إسقاط الأجل قبل أن يأخذ الناس في الحصاد والدياس وقبل قدوم الحاج جاز البيع. جاز خلاص. لماذا؟ ألغينا علة الفساد، سبب الفساد سقط، فصار البيع صحيح. يلا يا سيدي. وإذا قبض المشتري المبيع في البيع الفاسد. بعد أن بين لنا الإمام القدوري رحمه الله تعالى ما هو البيع الفاسد، وعرفنا أسباب فساد البيع، وعرفنا الشروط التي تدخل على البيع، وقسمناه إلى 3 شروط لازمة كانت في مقتضى البيع أو ملائمة له أو جرى بها التعارف، وشروط مفسدة، وشروط هي تلغو والبيع صحيح. نسينا نشرحها دي. ما هي الشروط التي تلغو والبيع يبقى صحيحا؟ إذا كان الشرط لا فائدة فيه لأحد أصلا، الشرط لاغي، أو فيه فائدة لأحد خارج تماما عن البيع، فالشرط لاغي والعقد صحيح. لماذا؟ خلى عن شبهة الربا، وخلى عن المنهي عنه في النص، بيع وشرط، صار كأنه لا شيء. واضح يا مشايخنا؟ طيب، وإذا يعني مثلا أشتري منك البيت على أن تتصدق لله ب1000 جنيه صدقة، ما فيش أي علاقة بالعقد، فالشرط لاغي والبيع صحيح مثلا، يعني أي حاجة زي كده. طيب، الآن ننتقل إلى أحكام البيع الفاسد. عرفنا من قبل وفرقنا بين وصف الشيء عند السادة الحنفية وحكم الشيء عند السادة الحنفية. فأما الأوصاف فالمراد بها أوصاف الصلاة، أوصاف الزكاة إلى آخره، اتصاف فعل المكلف للشيء بأحد أقسام الحكم التكليفي التي جعلناها 9 بسطا. إذن صفة صلاة الصبح فرض، وصفة سنة الصبح سنة، وصفة الوتر واجب، وصفة صلاة الأوابين مندوب، وصفة صلاة الجمعة فرض، وهكذا، وصفة صلاة العيدين واجبة. إذن الصلاة تختلف باختلاف أوصافها إلى فرض، واجب، سنة، مندوب، نفل، مكروه تحريما. هناك صلوات مكروهة تحريما في الأوقات ال3 المنهي عنها. كذلك الصوم قلنا من قبل قسمه الكمال بن الهمام، شرحنا هذا هنا في القدور، إلى 6 أقسام باعتبار وصفه، والعلاء جعلها 8 وخطئ في ذلك. الصواب أنها 6 وفي الحقيقة 7، لأن السادس المكروه، والمكروه ينقسم إلى تحريما وتنزيها، فلك أن تقول 7. العلاء زاد قسما ثامنا خطأ، هذا خطئ فيه الحرام. قلنا من قبل، قلنا هذا الدرس الماضي يا شباب، ما شرعه الله من المعاني الشرعية لا يكون أبدا حراما لعينه أو قبيحا لعينه، فلا يوصف الصوم بالحرمة، إنما قد يوصف بالكراهة. فعندنا صوم مفروض وهو رمضان والكفارة، وصوم واجب المنذور مثلا، وصوم سنة صوم واحد يوم عاشوراء فقط، صوم مندوب ما ورد في السنة بعد عاشوراء، وصوم نفل تطوع بما شئت إن لم يكن مكروها، وصوم مكروه تحريما، وصوم مكروه تنزيها. فهذه أوصاف الصوم. النكاح وصفه في الحال يعني حال الاعتدال سنة، وعند التيقن من الوقوع في الزنا فرض، وعند التيقن بالظلم حرام. البيع عرفنا وصفه يختلف، قد يكون فرضا، قد يكون مباحا، قد يكون حراما كالبيع الفاسد. البيع الفاسد حرام. متى يفترض؟ بيع ما يحيي الإنسان سيموت إن لم يشرب ومعك ما بيقول لك بيعني، بيعه، وإلى حرام، فرض أن تبيع، والأصل فيه أنه مباح. إذن هذا معنى وصف الشيء عند السادة. أما حكم الشيء
الأثر الذي يترتب على الشيء. يعني يا شيخ طارق، لو قلنا لك ما حكم صلاة الصبح فقلت كما قال غيرك فرض، غلط اصطلاحا حنفيا، وصح في اصطلاح غيرنا. صلاة الصبح وصفها فرض، حكمها ليس فرضا، حكمها إبراء الذمة والثواب بالأداء وإسقاط الفرض، والإثم ولزوم القضاء بالفوات. يبقى الحكم عندنا الأثر الذي يترتب على الشيء. الصوم ما حكمه؟ إبراء الذمة نفس الكلام، والثواب أو لزوم القضاء أو وصفته فرض واجب مثلا. البيع صفته قلنا فرض حلال حرام، لكن حكمه ما سندرسه الآن. أثره الذي يترتب عليه. واضح يا مشايخنا؟ إذن ماذا نقصد بحكم البيع؟ بعد انعقاد العقد، وفرقنا بين العقد والانعقاد. الانعقاد هو الارتباط الذي يحصل من العقد، ينشأ من العقد. شرحنا هذا في أول كتاب، وراجعه قرأناه في شرح الوقاية، وفصله الشارح رحمه الله صدر الشريعة تفصيلا قويا جدا في شرح الوقاية، فرق بين العقد والانعقاد. تمام يا مشايخنا الكرام؟ فبعد انعقاد البيع قسمنا الدرس الماضي، إما أن يترتب عليه حكمه نافذا أو موقوفا وهو الصحيح، وإما أن لا يترتب عليه الحكم أبدا وهو الباطل، وإما أن يترتب عليه الحكم ب4 شروط ستأتي الآن، وهو الفاسد. ما هو حكمه؟ التمليك ومبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكا وتملكا. إذن أنا عندي البيت، حمد عنده الثمن نقود مثلا، خلاص يبقى لما انعقد البيع وصار منعقدا، لو كان صحيحا البيت الذي معي صار ملكا له هو، والمال الذي معه صار ملكا لي أنا، هذا حكمه. ولو كان باطلا كل واحد يملك العوض الذي معه، البائع يملك المبيع وإن قبضه المشتري، وأنا أملك الثمن وإن قبضه البائع، إذا لا يترتب عليه حكمه. تمام؟ أما البيع الفاسد الآن فسنعرف كيف يترتب عليه الحكم التملك والتمليك بكم شرط يا مشايخ؟ 3 أو 4، يعني تكلموا في أحد الشروط. تعال نشوف الحكاية دي، يلا يا سيدي. وإذا قبض المشتري المبيع في البيع، أول شرط ليترتب الحكم على البيع الفاسد قبض. إذن قبل القبض لا يترتب الحكم الملك. يبقى لو تعاقدنا وانعقد ولم نتقابض لا يترتب عليه حكمه، لا أملك ما في يده ولا يملك ما في يدي، فيجوز لي التصرف فيه، لأن من أحكامه التي سنعرفها وجوب الفسخ، ووصفه قد عرفناه، حرام البيع الفاسد، إنشاؤه حرام والبقاء فيه حرام. إنشاؤه أصلا حرام والبقاء فيه، والواجب فسخ، رد يجب، والرد فيه واجب بلا قضاء، يعني واجب ديانة وشرعا، يعني نرد بدون قاضي، وإن امتنع أحدهما عن الرد أجبره القاضي. واضح الأحكام يا مشايخ؟ كل هذا بشروط. الشرط الأول يعني يفيد الحكم بالشرط الأول وهو القبض. لا قبض لا حكم، لا تملك ولا تمليك. هناك قبض، سننتقل إلى الشرط الثاني. وإذا قبض المشتري المبيع، والمبيع هو الذي ذكر لأنه الأصل في التعاقد كما شرعنا، الثمن يتوصل به إلى المبيع، والأثمان تكون أحيانا بل كثيرا مؤجلة، فالعبرة بالمبيع. يعني كثير من البيوع الأثمان فيها مؤجلة أو منجمة. منجمة يعني مقسطة، أقساط، يعني نجوم أقساط. فالأصل هنا هو المعقود عليه، الأصل هو المبيع. أقوى الركنين المبيع لا الثمن كما شرحنا، وهذا يؤثر في العقود كما بينا. فلو كان المبيع غير متقوم لن يصح أبدا، ولو كان متقوما والثمن هو غير المتقوم سيصبح فاسدا.
تذكرون هذه المسألة شرحناها. وإذا قبض المشتري المبيع في البيع الفاسد، في البيع يعني بأحد الأسباب التي مرت أو بغيرها وصار جائزا بأصله ليس جائزا بوصف. الشرط الثاني الرضا الذي عبر عنه القدوري بقوله بأمر البائع. يبقى الشرط الثاني هو ايه؟ الرضا. فلو قبضته بدون رضاه لا ملك فيه. يعني ذهبت أنا عند الشيخ إسلام وقلت يا إسلام بعني البيت، قال بعته اشتريته تمام، رحت أنا من نفسي فتحت البيت وسكنت فيه، لم يعني يسلمني إياه، لا ملك لي فيه، لا ملك لي فيه، لا بد أن يكون راضيا. الرضا يحصل إما تصريحا وإما دلالة. تصريحا يأخذني ويسكنني، دلالة يعطيني المفتاح مثلا، يعني أي شيء دلالة كده، أو يشير إلي يقول تفضل، أي حاجة زي كده، كل بحسب يعني. تمام؟ يبقى إذن الرضا الشرط الأول قبل، والثاني بالرضا. لو كان من غير رضا لا يفيد الحكم، لا يفيد الملك. طيب الشرط الثالث يلا يا سيدي. في العقد عوضان. ما معنى وفي العقد عوضان؟ طبعا هذا مذكور هنا وفي الهداية. فقال في فتح القدير رحمه الله تعالى إن هذا لا فائدة منه بعد قوله في البيع الفاسد. إن اشتراط أن يكون في العقد عوضان حتى يعني يكون البيع فيه مال موجود فيكون فاسدا ولا يكون باطلا، لأننا قلنا غير الموجود باطل، بيع غير الموجود أو غير المقدور أو المعجوز عن تسليمه باطل. فقصد به هذا. فاعترض ابن الهمام رحمه الله على هذه العبارة التي في الهداية مأخوذة أصلا من القدوري، لكن تكلم العلماء في هذه المسألة كلاما طويلا بعد ذلك في البحر في حاشية ابن عبدين. وقال ابن عبدين في النهاية إن مقصودهم هنا أن يكون المال متقوما لا موجودا. يعني قصد القدوري وفي العقد عوضان متقومان، زدها كده، يقصد أن يكون العوضان متقومين، يعني مالا ومتقوما. فهذا هو الشرط الثالث. تمام؟ يلا يا سيدي. كل واحد منهما مال. أيوة، المقصود هنا مال، أي مال إيه؟ متقوم وليس مطلق مال، لأنه إن لم يتقاوم قد يبطل أو يعني بيع فاسد وليس باطل. طيب آخر شرط من شروط إفادة البيع الفاسد للحكم خيار الشرط، أن يكون خاليا عن خيار الشرط، لا يتضمن خيار الشرط. لأن طبعا خيار الشرط قلنا يمنع ابتداء الملك، فكيف يفيد الملك؟ إذا كان خيار الشرط حاصل، هذا الخيار منع ابتداء الملك، فكيف سيترتب الملك على هذا العقد؟ فلا بد أن يخلو عن خيار الشرط الذي شرحناه بالتفصيل، راجعه في الدروس السابقة، نشره عم الشيخ حمدي على الإنترنت. تمام؟ يبقى هذه الشروط الأربعة ليفيد البيع الفاسد حكمه: الملك، الرضا، أن يكون المال متقوما، أن يخلو عن خيار الشرط. 4 شروط ليترتب الحكم وهو الملك. ملكا خبيثا، ملكا هذه الكلمة لها احترازات، وبالتالي 5 أشياء لا تجوز بعد الملك: الأكل واللبس والوطء، شوف، والشفعة. هذه الأشياء كلها لا تصح بعد الملك. فمن اشترى ثوبا ببيع فاسد لا يلبسه، ومن اشترى جارية ببيع فاسد لا يجوز له أن يطأها، ومن اشترى دارا ببيع فاسد لا يجوز له أن يسكنها، ومن اشترى دارا ببيع فاسد لا تثبت له الشفعة. فهذا ثمرة قولنا ملكا، ثمرة فقهية وليس فقط في الثواب والعقاب، أخروية، لا، فقهية ترتب عليها أحكام. أشياء لا تصح بعد ملك المبيع بيعا فاسدا. يعني أنت ملك ورغم ذلك 5 أشياء تبطل أو لا تجوز: اللبس والسكنة والوطء
والشفعة إلى آخره. الخامسة كانت إيه يا سيدي؟ أنا كاتبها هنا، بقولتها: الأكل واللبس والوطء والشفعة. وقال لك ألا يتزوجها من البائع. يعني أقولها لك أنا إزاي؟ أنا رايح أشتري زمان لما كان هذا جائزا وموجودا جارية من عند حمدي، هي ملك لمن؟ حمدي، هي المبيعة بالمال. خد يا عم حمدي الفلوس أهو، واشتريت أنا الجارية. بعد أن صارت ملكا لي يجوز لحمدي أن يتزوجها بشرط ألا تكون عنده حرة عند الحنفية. فلا يجوز إدخال الأمة على الحرة عندنا، والعكس جائز، وسندرسها في كتاب النكاح في المحرمات على التأقيت. المحرمات في النكاح إما على التأبيد 3 وإما على التأقيت 9، منها إدخال الأمة على الحرة. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. الطول أنني لست متزوجا حرة فقط عندنا، عند الشافعي المالية. عندنا بما أنه أقدم فلا مال له، فالعبرة أنه ليس متزوجا لحر. تمام؟ فأنا ذهبت لحمدي اشتريت منه الجارية، هو كان مديون مثلا فأنفق كل المال، خلاص، والبيع فاسد. انتبه أن البيع كان في الكلام عن بيع فاسد. ثم حمدي طلب الزواج منها، لا يجوز له أن يتزوجها لأن الفسخ واجب، ولا يجوز للسيد أن يتزوج أمته وسترجع إليه مآلا. هذا هو الخامس. يبقى 5 أشياء مستثناة من الملك، مع أن الملك ثابت، يعني هي صارت ملكا لي، لكن لا يجوز أن يتزوجها حمدي، ولا أنا أن أطأها أيضا تصبح كده ممنوعة إلى أن نتراد ونتفاسخ أو تحصل أشياء أخرى كهبتها أو بيعها، فتجوز حينئذ تصرف فيها بوجه من الوجوه المغيرة والناقلة الجائزة. سنعرف ذلك بعد قليل. واضح يا مشايخنا؟ طيب، يبقى ما هو الحكم الذي يثبت للعقد الفاسد؟ الملك. وبكم شرط يثبت؟ 4. ما هي ال4؟ القبض، الرضا حقيقة تصريحا أو دلالة، الخلو عن خيار الشرط، وأن يكون المال متقوما. يستثنى من ذلك من إفادته الملك مع الشروط ال4 3 بيوع. 3 بيوع تستثنى مع أن الملك ثبت، الشروط ال4 اكتملت، يعني قبضنا ورضا وتمام، لكن 3. بيع الهازل أولها، وشرحنا من قبل الهزل وقلنا إنه لا يفيد البيع، لا يكون بيعا، يعني لا ينعقد به البيع. ما هو الهزل؟ تمثيل، يعني كذب، يعني تمثيلية مسرحية. أذهب إلى حمد أقول: شوف يا حمد، إحنا قدام الناس كده مسرحية كده، نمزح أو نهزل أو لأي علة، خوفا من ظالم، أي حاجة، خروجا من مشكلة، كان يعني سنعقد البيع لكن نحن لا نبيع، بنهزر أو نمثل أو نكذب أو أي شيء. نهزل في اللغة العربية تسمى إيه؟ هزلا. لا ينعقد بها البيع، وينعقد بها النكاح والطلاق. يبقى من نكح لاعبا أو في فيلم أو مسلسل انعقد نكاحه، بشروط طبعا ذلك، وأما في البيع لا ينعقد بيعه. جميل يا شباب، مفهوم؟ يبقى أول حاجة البيع هزلا. البيع هزلا لا يفيد الملك ولو كان فاسدا، يعني لو تبايعنا بيعا فاسدا هزلا وأصلا ما انعقدش فلا يفيد الملك. الأمر الثاني شراء الأب من مال طفله لنفسه، والثالث بيعه من مال طفله لنفسه. 2 يعني في معنى واحد. الأب يكون وصيا متصرفا له ولاية على مال ولده الصغير الغني، كان يكون الصبي أو الطفل ورث أمه، ورث أي إنسان، أخاه، أي شيء، فله مال. الأب له ولاية على النفس وله ولاية على المال، وكنا ندرسها أمس في الشاشي في باب القياس من غير المتجانسين. قياس في الشاشي قال من متجانسين، من جنسين مختلفين، أو من نوع واحد، شرحناها أمس دي. فقيست الولاية على النفس على الولاية على المال والعكس. المهم يعني، فالأب له حق البيع والشراء في مال الطفل، لكن لا لنفسه. لو كان البيع فاسدا لا يفيد الملك.
يبقى لو بعت من ابني أو اشتريته، بعت له أو اشتريت منه ببيع فاسد لا أملك ولا يملك ولا يفيد الملك. إذن 3 بيوع مستثناة من الحكم بعد انعقاد الشروط الأربعة التي عرفناها: الرضا والقبض والخلو عن خيار الشرط والتقوم المال. واضح يا شباب؟ جميل. وما صفة البيع الفاسد؟ قلنا حرام، ولما تملكه بالقبض والرضا إلى آخره تملكه ملكا خبيثا، يعني تأثم عليه، ويجب آخر حكم الرد والفسخ. إذن حكمه الملك والرد والفسخ، وقلنا الرد فيه والفسخ لا يحتاج إلى إذن القاضي إلا عند التجاحل. يلا يا سيدي يعني. ملك المبيع ولزمته قيمته ولكل واحد من المتعاقدين فسخه. بل نقول يجب عليهما فسخه. هو يعني الشيخ ماذا يقول؟ يقول يجب فسخه وأيهما يفسخ انفسخ، يقصد هذا، فاختصر العبارة. لذلك قال إيه؟ ولكل واحد من العاقدين، كما تعلم أنه يجب فسخه، يعني أساس أنك واخد بالك يعني أيهما فسخ ينفسخ، يعني لا يشترط في الفسخ كالإقالة إيجاب وقبول، وستأتي الإقالة قريبا. الإقالة عقد جديد يحتاج إلى إيجاب وقبول، يترادى به الثمن والمبيع. هنا لا، أيهما فسخ انفسخ، ويجب هذا الفسخ للخروج من الحرمة ومن الملك الخبيث للمال. طيب، وبما أنه مملوك ملكا خبيثا ويجب الرد والفسخ، لكن مملوك نفذ التصرف فيه بالبيع بخلاف الباطل. هذه ثمرة الخلاف بين الباطل والفاسد. طيب يلا يا سيدي. فإن باعه المشتري نفذ بيعه. طيب، قبل أن نقول إن باعه المشتري نفذ بيعه، ولكل واحد من المتعاقدين فسخ، وقلنا هذا الفسخ ما صفته؟ واجب. صفة الفسخ الوجوب، وهذا البيع حرام وملكه إثم إلى آخره. تمام؟ طيب، كيف سنتراد؟ إن كانت العين قائمة فالعين ترد، ثم إن كان المال مثليا أو قيميا فإما بالمثل أو بالقيمة. ما الفرق بين المال المثلي؟ احنا قسمنا من قبل يا شباب المال إلى متقوم وغير متقوم. قسم العلماء أولا الملك، قلنا قد يكون مالا وقد لا يكون. الملك يعم الأموال والمنافع، والمنفعة عند الحنفية ليست مالا. ثم المال قسموه إلى 3 أقسام ب3 اعتبارات. الاعتبار الأول شرحناه بالتفصيل الممل: متقوم وغير متقوم. الاعتبار الثاني ينقسم المال إلى عقار ومنقول، وهذا مر معنا لكن نراجعه. المال ينقسم إلى عقار وإلى منقول. العقار كل ما لا ينقل إن اتصل بالأرض فهو مخصوص بالأرض أصلا، وبما لحق بها تبعا بشرط دخول الأرض. انتبه إلى هذا الكلام. يعني هذه الدار التي نحن فيها عقار انبيعت بالأرض، ومنقول انبيعت بدون الأرض، صارت منقولة لأنها تنقض، ويمكن إعادة البناء بالنقض المنقوض هذا بالحجارة والحديد، ممكن ستتغير صفتها جدا لكن ممكن. هذا مذهب الحنفية. وفي مذهب غيرهم لعلهم المالكية ما يتغير بنقله فهو عقار أيضا، فتصبح الدار بدون الأرض عقار. كالنخل، النخل عندنا انبيع بالأرض فهو عقار، وإن بيعت النخلة بدون الأرض فهي منقولة. وعليه عرف الناس الآن تبيع النخل على أنها منقولة، تتزرع في مكان، مش كده محمد، وتتشاحن آخر الدنيا وتتزرع تاني، يعني تخرج وتنقل. فإذا الأصل في العقار عندنا الأراضين، جمع الأرض، يعني أن تكون من الأراضين أرض أو ما اتصل بها قارا بها وبيعت به. واضح؟ أما ما ينقض أو ويتغير إن بيع من غير الأرض لا يكون عقارا بل يكون منقولا. والمال المنقول ما ينقل: السيارة، الطعام، الشراب، الثياب، كل ما ينقل يعني، وليس متصلا بالأرض ولا شيء، فإن هذا يسمى منقولا. إذن المال إما أن يكون عقارا وإما أن يكون منقولا،
وتختلف أحكام وقرناها بالتفصيل فيما مر في أول كتاب البيع. ثم الأموال أيضا تنقسم إلى أموال مثلية وأموال قيمية. يعني أموال المثلية عرفها السادة الحنفية ما كانت توزن أو تكال أو معدودة عدا متقاربا وأجزاؤها متساوية في الوزن والكيل والعد. يعني سعادتك لما مثلا تشتري الآن الذهب، في فرق بين جرام وجرام، كل جرام متساوي مع كل جرام ويباع موزونا، يبقى هذا ايه؟ مثلي. هذا مثلي. الفضة مثلي، وهكذا. البنك نوت، الأوراق النقدية التي معنا، في فرق بين جنيه وجنيه في أي حاجة، يبقى مثلية وإن كانت عددية، لا تكال ولا توزن. البنك نوت أوراق دي اللي هي الإمام أحمد رضا خان سماها إيه رحمه الله؟ قرطاس الدراهم، وكتب رسالة بديعة سبق بها زمانه 100 سنة، من يعني كتاب رائع اللي هو كفل الفقيه الفاهم في بيان أحكام قرطاس الدراهم. هذا سبق به زمانه 100، رحمه الله كان عالما كبيرا وبين أحكاما رائعة في هذا الكتاب. فالبنك نوت لا يكال ولا يوزن، لكنه مثلي أم قيمي؟ مثلي. ليه؟ عددي، يعني جنيه 2 3 4 يعد ومتساوي في أجزائه، كل جنيه بيساوي كل جنيه، كل 10 جنيه بتساوي، مفيش فرق. يعني ال10 دي ولا ال10 دي ورقتان متساويتان في القيمة وفي كل شيء، لا فرق بينهم. حتى عندنا الآن 10 قديمة و10 جديدة، واحدة بلاستيك واحدة ورق، في فرق بينهما؟ في تفاضل؟ لا، هذه كهذه، أنها تمثل القيمة الشرائية للورقة. الورقة أصلا ب10 قروش ولا 20 قرش، لا تساوي شيء. تمام؟ فكل هذه هي المثليات، الموزونات والمكيلات والمعدودات المتقاربة. معدودات إيه؟ يعني متساوية في أجزائها وفي قيمتها. فهذا كله يسمى مثلي، يسمى مثليا. وعندنا القيمي. القيمي ما لا يوزن ولا يكال ولا يعد عدا متقاربا وبين أفراده وأجزائه تفاوت. يعني ما تجيبليش 1000 بطيخة بعالي ب1000 بطيخة، لأن ممكن ال1000 دي بمليون ولا مش عارف بقى البطيخة ب100 جنيه، ف1000 ب100,000، ودي ب200,000. دي كبيرة ودي صغيرة، دي كبيرة كده ودي صغيرة، ودي نوع ما ينفعش. فهذا لا يكون مثليا وإنما يكون قيميا بالقيمة، وهكذا. تمام؟ هناك أشياء في الماضي كانت قيمية وفي زماننا صارت مثلية، كالمنسوجات والأحذية، أشياء كثيرة. يعني في الماضي كانت بالقيمة، الثياب كانت بالقيمة، الآن لا بالمثل، لدرجة أن هي بتتباع فعلا بالوزن. يعني التجار الكبار بيشتروا البالة كده على بعضها ولا الكونتينر مش عارف بيسموه بالوزن. يعني أنت عندك مثلا 1000 بنطلون تساويه، حتى زاد المقاس، تغير أو نقص، زاد أو نقص، السعر واحد، هي متماثلة. في زمانهم كانت قيمية، في زماننا صارت مثلية. الحذاء خلاص هو حذاء الرجل من موديل كذا، شكل كذا، لون كذا، حتى اللون لا يؤثر، خلاص مهما كان المقاس زيادة ونقصانا متساوي، فهو مثلي. في زمانهم كان قيميا. فهذا يتغير بتغير الزمان، مما تغير حكمه بتغير الزمان. نص عليه الشيخ علي الخفيف رحمه الله في كتابه، والشيخ أبو زهرة وغيرهما من أئمة المجتهدين في العقود المتأخرة في آخر 100 سنة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. واضح يا مشايخنا الكرام؟ إذن عرفنا الفرق بين المثل وبين القيمي. إن كان المبيع مثليا رد بالمثل، وإن كان قيميا رد بالقيمة. قلنا فسخ البيع الفاسد واجب، ويجب بدون قضاء، ويجب التراد. فإن كان مثليا وخلاص يرد مثلا، وإن كان قيميا يرد قيمة. كان ذهب ترد بذهب. كم جرام اللي خدنا منك يا حمدي؟ 100 جرام، خد 100 جرام تاني خلاص. وإن كان بالقيمة، كم كانت قيمته كذا بالقيمة. واضح يا مشايخنا؟ طيب،
بأي قيمة له في القيم. يعني عند البيع كانت قيمته 1000، وعند القبض صارت قيمته 1200، وعند الرد صارت قيمته 1500. تاني يا شباب، عندما عقدنا البيع قلت له بيعني الكتاب، قال بعتك شحا، الثمن هو القيمة، وعرفنا الفرق بين الثمن والقيمة، ليس متلازمين. القيمة قد يغلو عنها الثمن وقد يرخص وقد يساوي. فلنفترض أننا هنا عشان تكون المسألة سهلة قيمة الكتاب 1000 وبعنا ب1000. تمام يا شباب؟ يعني هو قيمته كذا والعقد كان بنفس القيمة لتكون الصورة سهلة. فاشتريت من حمد الكتاب ب1000، العقد بيعني اشتريت، لكن لم أقبضه ولم أملكه لأنه سيملك بالقبض بالشروط. بعد يومين قبضت بالرضا بالخلو عن خيار إلى آخره، ما المتقاوم، ال4 شروط موجودة، فملكته. صار يوم القبض ب1200، وده بيحصل في الكتب دي فعلا دلوقتي، السعر عمال يزيد بسبب تغير العملة وكده. فيوم البيع عند البيع كان ب1000 وعند القبض ب1200. لما أردنا أن نرد، لأن الواجب الفسخ والرد، بعد أسبوعين 3 بقى ب1500. بأيهما يحصل التراد؟ بقيمته عند القبض. ليه؟ الفاسد ترتب عليه حكمه في البيع أم في القبض؟ في القبض. الصحيح هو الذي يترتب عليه حكمه في البيع، وهذا فاسد، فأفاد حكمه عند القبض. يبقى يرد بقيمته عند القبض لا عند التراد ولا عند التقاضي، لأن ممكن بقى نيجي نرد قال له يا حمدي أنا خدته منك بإيه؟ ب1000 وقيمته يوم القبض كانت 1200، يبقى هنرجع ب1200. يقول لي لا أنا عايز 1500، فنختلف فنذهب للقاضي، القاضي سيحكم بال1200 لا بقيمته عند البيع ولا عند التراد ولا عند القضاء، لأنه ممكن يوم القضاء صار ب10,000، قضاء يأخذ شهور. يبقى القيمة تلزم بقيمته عند قبضه الذي ترتب عليه حكمه. واضح يا شباب؟ يلا يا سيدي. فإن باعه المشتري نفذ بيعه. بما أنه يفيد الملك بالقبض وباقي الشروط، إن اشتريته ملكته بالقبض وصح بيعك له، خلاص، وخرج بقى من مسألة وجوب التراد، سقط الرد، انتهى خلاص. تمام يا شباب؟ وهنا بقى تكلم العلامة ابن نجيم في البحر عن أدلة جواز بيعه ونفاذه وأطال فيها يعني. يلا يا سيدي. ومن جمع بين حر وعبد أو شاة ذكية وميتة بطل البيع فيهما. مسألة جديدة شهيرة في كل المتون تقريبا، فيها خلاف على 3 أقوال. ذكر في المتن قول أبي حنيفة، وزفر قال يبطل كل شيء، والصاحبان قال يصح الجزء الصحيح ويبطل الجزء الباطل. طيب، ومن جمع بين حر وعبد أو شاة ذكية وميتة بطل البيع فيهما لأن العقد واحد، وقد دخل في العقد سبب للبطلان وهو عدم التقوم أو عدم المالية، لأنه باع ميتة، وهذه لا مالية ولا متقوم، فيؤدي ذلك إلى سريان البطلان في كل أجزاء أو العقد، لأن العقد كأنه واحد وله جزءان. يلا يا سيدي. بخلاف طبعا ما لو عقد عقدين، فالصحيح صحيح والباطل باطل، هذا لا خلاف فيه. لكن نتكلم لو عقد عقدا واحدا وجزء العقد باطل أبطل الكل، خلافا للصاحبين. الصاحبان يقولان الصحيح يصح والباطل يبطل. يعني جمع بين حر وعبد، العبد يصح والحر يبطل. بين ذكية وميتة، الميتة تبطل والذكية تصح ويمشي العقد بتاعها. يلا يا سيدي. وإن جمع بين عبد ومدبر أو بين عبده وعبد غيره صح العقد في العبد بحصته من الثمن، لأن هنا لا يوجد سبب للبطلان، لأنه باع عبدا وباع مدبرا، والمدبر ليس يعني حرا، فهو محل للبيع، لكن هناك مانع من صحة البيع، فلذلك صح في الصحيح وخرج بحصته من الثمن. ففرق أبو حنيفة. أما عند زفر يبطل كل هذا، هذا هو القول الثالث. عند زفر كل شيء باطل من هذا. الأخيرة هذه باطلة أيضا عنده،
خلافا لأبي حنيفة. بعد أن عرفنا الباطل والفاسدة ننتقل إلى المكروه، لأننا قلنا المعنى الأعم للفساد يشمل كل ما لا يجوز، يعني البيوع التي لا تجوز باطلة وفاسدة ومكروه. ننتقل إلى المكروه، والكراهة عند الإطلاق عند الحنفية تحريمية. إذا قال السادة الحنفية هذا مكروه فمرادهم مكروه تحريما، إلا إن فصلوا وقالوا مكروه تنزيها، لكن الأصل عند إطلاق الكراهة تحمل على التحريمية، فهذه بيوع مكروهة تحريما. مكروه التحريم يا مشايخنا يقابل الواجب. الواجب ما ثبت طلب فعله الجازم بدليل ظني لا شبهة فيه، والمكروه التحريمي ما ثبت طلب الكف عنه اللازم الجازم بدليل ظني فيه شبهة. الواجب ما ثبت طلب الكف عنه بدليل ظني فيه شبهة، والمكروه تحريما ما ثبت طلب الكف عنه بدليل ظني أيضا فيه شبهة. أما الفرض فيقابله الحرام ما ثبت طلب فعله بدليل قطعي لا شبهة فيه، وهذا الحرام ما ثبت طلب الكف عنه بدليل قطعي لا شبهة فيه. يبقى الفرض والحرام متقابلان، والواجب والمكروه تحريما متقابلان. اختلف الإمام وأبو يوسف مع الإمام محمد، يعني الشيخان مع محمد اختلفوا. قال أبو حنيفة ومحمد المكروه تحريما غير الحرام، يعني في منزلة بين المنزلتين مستقل. أما محمد قال هو عين الحرام لكنه ثبت بالظن، وعندهما لا هو دون الحرام، وعنده هو الحرام لكنه ثبت بالظن. يلا يا سيدي. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش، وعن السوم على سوم غيره، وعن تلقي الجلب. كل هذا واضح طبعا والمشهور ومعروف لا يحتاج إلى شرح. يعني يجي واحد بيشتري، تيجي أنت تقول زود فتفسد بيع أخيك ولا تريد الشراء لتضره، فهذا السوم على سوم الغير. تلقي الجلب، تخرج إن كان يضر على الأصح بأهل البلاد، يعني تخرج تشتري القوافل من بعيد لتحتكر السلعة أو ترفع الأسعار. بيع الحاضر للبادية أيضا إن كان يضر، وهكذا أهل الحاضر لأهل البادية ويغشوهم، أشياء كلها معروفة درستوها كثير. يلا يا سيدي. وعن البيع عند أذان الجمعة، وهذا بالنص، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ورغم أنه منصوص قطعي في القرآن لكن القبح فيه ليس عينيا كما قلنا، ولكن القبح فيه لغيره، فكان مكروها ولم يكن باطلا ولا. وإذا أزيلت عنه علة المنع عن السعي خرج حتى عن الكراهة. يعني لو تبايعا وهما يسعيان إلى الصلاة، راكبين السيارة وبنبيع واحنا في طريق للمسجد مثلا، أو ماشيان، أو لا كراهة ولا شيء، مفيش مشاكل انك تسعى. المقصود بيع يمنع عن السعي. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، المقصود الذي يمنع عن السعي إلى ذكره. إذن هو مكروه والقبح فيه لغيره، فإن زال المعنى هذا صار حسنا لا شيء فيه ولا كراهة فيه. نعم. كل ذلك يكره ولا يفسد به العقد، كما قلنا، لأن كل هذه معاني خارجة عن معنى العقد وعن المعقود عليه وعن المتعاقدين وعن أوصاف في البدلين، من خارج ماهية العقد وأركانه وأوصافه، وإنما هي أشياء طرأت عليه من خارج هكذا منهي عنه، وبالتالي لا تبطل ولا تفسد وإنما تكره. نعم. من ملك مملوكين صغيرين أحدهما ذو رحم محرم من الآخر لم يفرق بينهما. نعم. وكذلك إن كان أحدهما كبيرا والآخر صغيرا فإن فرق بينهما. هذه كلها من الأشياء المكروهة في الإسلام. يعني اشتريت جارية بأولادها، ما تبيعش الأم ولد هنا، لا، إما مع بعض، يعني تجعل أسرة مستمرة. فإن فعلت مكروه تحريما يعني كالحرام أو أقل بقليل من الحرام، إثم عظيم عند الله، يعني شيء كبير تحاسب عليه يوم القيامة، إثم. نعم. إن فرق بينهما كره له ذلك وجاز البيع. وقع في الإثم لكن البيع صحيح. هذه مسألة وتلك مسألة. وإن كانا كبيرين فلا بأس بالتفريق بينهما. وأخ عنده 40 سنة وأخ عنده 50 سنة، يبقى ده في بيت وده في بيت، مفيش ضرر، يوصلوا لبعض بسهولة يعني. تمام. فالعلة انتفت، علة الأذى والتفرقة بين وتقطيع الأرحام
انتفت، سيتمكنان من الاتصال. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله. أحسنت يا شيخ أحمد.